السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الكرام، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. والناس اللي بيشوفوني لأول مرة ان شاء الله يشرفوني ويشتركوا في القناة. انا كنت لسه منزلة يعني فيديو قصير ومسمياه ازاي كائن اغلى اكل بارخص الطرق. طبعا خفة دم ياسمين عبد العزيز، وان شاء الله تجربوا الطريقة وان شاء الله تكون خفيفة على قلبكم زي الاعلان. اللي قدامكم ده رز وحلة وكتل. طبعا انا بحط الرز في الحلة وبعدين بحط المية المغلية عليه على السفرة كده، مش بحطه على البوتاجاز. بسيب الرز منقوع في المية المغلية لمدة نص ساعة، وبعدين بغسله تحت الحنفية لحد ما بيخرج كل اللون الأبيض. يبقى كده هو خرج النشا اللي جواه. بعد كده بصفيه وبطبخه بالدهون الصحية. ايه هي الدهون الصحية؟ زيت الزيتون، زيت جوز الهند، او السمنة البلدي، وتكوني واثقة في مصدرها. ده كده بيبقى اكل كيتو، او اكل لو كارب، او اكل مناسب لمرضى السكر، او اكل مناسب للناس اللي عايزة تخس. الطريقة دي يا جماعة أنا ما بحطش أي حاجة غير ما بنزلش أي طريقة غير لما أكون أنا جربتها على نفسي. أنا جربت الطريقة ديت والحمد لله بفضل الله، يعني كان عندي وزني ثابت وقعدت فترة كبيرة، يعني تبعت نظم كتير وما نزلش غير لما يعني ابتديت أكل الأكل بالطريقة اللي أنا بنزلها لكم تباعا على القناة. الطريقة دي يا جماعة يعني هتكون مناسبة جدا للناس اللي هم عندهم مقاومة أنسولين عالية، أو يا رب يعني يشفيهم ويعافيهم الناس اللي عندهم السكر عالي قوي، وبيبقوا عايزين ياكلوا كمية كبيرة عشان يحسوا بالشبع لأن مقاومة السكر عندهم عالية. فان شاء الله الرز بالطريقه دي ممكن لو كلوا طبقين ما فيهاش مشكله. طبعا انا مش بدعو ان الناس تاكل كميه كبيره، ولكن انا بقول للناس اللي هتتبع النظام دي او تعمل الاكلات ديت في اول فتره، وبعد كده ان شاء الله لما جسمهم يتعود عليه هيلاقوا يعني خدوا عادي، طبق عادي يعني، وشبعوا منه. الطرق اللي انا بقولها لكم دي يا جماعه، انا بحاول ان احنا بنخلص جسمنا من السكريات او من الكربوهيدرات اللي هي بتسبب مقاومه الانسولين. الرز فيه فيه النشا، والنشا بيعتبر سكر معقد. فلو خلصنا جسمنا من السكر المعقد ده بتبقى اكبر انجاز ان انت بتاكلي رز برضو، يعني انت متعوده تاكلي رز وبتاكليه بطريقه صحيه. هو بس الفكرة فكرة انه ايه يعني، انا بحاول معاكم ببسط الطرق، وبحاول معاكم ان انا ما بنفقدش ذكرياتنا، ما نفقدش احساسنا بالاكل، ما نفقدش احساسنا بالحياه. انا متعوده كنت اكل الرز ده ايام والدتي الله يرحمها، ومتعوده حياتي كلها انا متربيه ان احنا بنعمل رز، بس ولكن هعمله بطريقه مختلفه وبطريقه تبقى تكون صحيه وتكون مناسبه لحالتي المرضيه. بس بيبقى في حالة يعني في شوية تنازل يا جماعة. يعني أنا مثلا هتلاقوا في بداية الطعم هتلاقوه تستغربوه، خاصة الناس اللي بتحب تطبخ الرز بالزيوت العادية أو السمنة المهدرجة يعني هتلاقوا الطعم مختلف شوية. فلازم يا جماعة يبقى إيه، أنا يعني أنا بحاول معاكم إن إحنا بنحتفظ بذكرياتنا وبنحتفظ بالأكل التقليدي، ولكن بنعمله بطريقة مختلفة. فلازم يعني يساعدوني ويبقى في شوية تنازل. فان شاء الله جربوا الطريقه وان شاء الله تعجبكم. وبس هو في ملحوظه انه الميه لما بتيجي تحطيها للرز بتبقى اقل من الميه اللي انت بتحطها له وهو ما تنقعش. يعني عشان الرز هنا اتعرض لجزء من السوى، عشان انا ضفت الميه المغليه عليه فيعتبر اتعرض لجزء من السوى بارتفاع درجه الحراره عن طريق الميه المغليه. فاللي هيعمله ان شاء الله بالطريقه دي حاول يقلل كميه الميه اللي هتحطها له بعد كده عشان ما يطلعش معجن معاكي. ويعني وما تحاوليش تشقيه، يعني بس بيقولك ايه لما احنا الرز بيبتدي يغلي، فبنعمل حاجه كده احنا متعودين عليه، يقولك شق الرز اللي هو بتقلبيه عشان خاطر ان هو يعني يستوي، او تحس ان طلعت اللي استوى فوق واللي ما استواش تحت. لا، هو انت بس اول ما يغلي وطي عليه النار،
خالص، وسيبيه هو لحد ما ايه يتشرب الميه بتاعته. وتحاولي بقى تقللي الميه شويه زي ما قلت لكم. وان شاء الله هو كل واحده يعني نفسها في الاكل، وكل واحده وطريقتها، وكل واحده وميزان ايديها يعني بتحط الميه ازاي، فبتقللي كميه الميه اللي هي متعوده بتحطها لي لو انت ما بتنقعيش الرز. ان شاء الله جربوا الطريقه وتكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله الطريقه تعجبكم، وان شاء الله يا رب يبقى فيها الشفاء للناس اللي هم عندهم السكر، وان شاء الله تساعد الناس اللي عايزه تخس، وان شاء الله تساعد الناس اللي يعني مش قادره تدخل في الكيتو عشان اكل الكيتو غالي جدا، فبحاول احط يعني انزله لكم في القناه بارخص الاسعار. ان شاء الله بالهنا والشفا، ومستنيه تعليقاتكم. السلام عليكم.